بسم الله الحكم العدل، بسم الله العدل، بسم الله الحق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، على اله وصحبه وسلم. اللي عملوا البنك الاهلي النهارده ما عملوش حد ابدا، حتى بوظوا الماتش بتاع يوم الثلاث اللي جاي بتاع الزمالك وبيراميدز ايد واحد. نفوت ولا ننسحب؟ بنك الاهلي خد بيراميدز غسيل ومكوى، والله خدهم غسيل ومكوى، علمهم كوره. امتى فاق بيراميدز؟ لما البنك الاهلي راح وقف فرق، لما طارق مصطفى طلع من هدومه وقال لهم اطلعوا لقدام. ايه يا جماعه ده فعلا الواد رضا عبد كان عنده حق لما قال لك مدبوله قدميه مرموش، صاروخيه موجعه مؤلمه. ولا يوم النور خد تمريره الواد سيد نيمار جون ايه ولا اروع. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا اخوانا الكره الحلوه دي؟ ايه البنك الاهلي ده؟ احنا كلنا نحط فلوسنا في البنك الاهلي، نسحب فلوسنا كلها كاهلاويه ونحطها في البنك الاهلي. سبحان الله تبارك الله، محمد ابراهيم بيجيب جون عالمي، اسامه فيصل، يوم النور، الواد مدبولي. ايه الجمال ده يا اخوانا؟ ايه الجمال ده؟ بيراميدز فين يا اخوانا؟ بيراميدز فين؟ انا قلت بلاش يعني بيراميدز اتحالف مع الزمالك، خدوا بعض ونسبهم يا اخوانا. الزمالك يفوق شويه يا جماعه، الزمالك يرحم نفسه شويه. هتضيعوا الدوري منكم وهتضيعوا الكاس وهتضيعوا السوبر، خايف الاقيكم زي الترسانه والاولمبي والحاجات دي. ايه اللي يوديكم؟ ما تتحالفوش مع بعض. طول عمر الزمالك ند للنادي الاهلي، واحد من اكبر القلاع الرياضيه في مصر وافريقيا، راح يتحالف مع بيراميدز اهو. يا عم يلا خليك انت وبيراميدز شوف بقى مين هينفع مين. اديك بتتعادل كزمالك ماشي، وبيراميدز بيخسر بالاربعه، يعني يخسر بالثلاثه من فاركو والنهارده بالاربعه. لو الزمالك جدع بقى يكسبهم بالخمس، لكن قال لك لا يا بيه، يا بيه احنا يا باشا الزمالك وبيراميدز ايد واحده يا باشا، يا باشا الزمالك وبيراميدز ايد واحده. طب يلا خدوا نفسكم انتوا الاثنين وانزلوا. اهو البنك الاهلي بيكسب، بيبقى 36 نقطه، بيتفوق ويتعملق ويصعد للمربع الذهبي قبل المصري. بص بقى 36 نقطه، بيراميدز بقى كام؟ بقى 47. ما احنا قلنا الاهلي لما بيركب ما بينزلش، او ركب قبل منك بيوم واديك عارف النتيجه. والله العظيم قال لي بص يا اسطوره، الاهلي هيلعب قبلها بيوم، يكسب يضغط بيراميدز، العيال تنزل ركابها سايب، تنزل ركابها عامله كده، عامله كده كده سايبه كده سايبه كده كده. ايه يا جدعان في ايه يا اخوانا؟ ضاعت فلوسك يا شمس، والله ضاعت فلوسك يا سالم، ضاعت فلوسك يا سالم. ما تحب تعمل نادي تجيب ناس بتاعت كوره، مش ناس بتاعت سمسره وبتاعت لاعبين. ما تحب تعمل نادي ما تعادلش جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. لما تحب تعمل نادي اوعى 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 تسلم نفسك لسماسره، او انك انت تعادي جمهور النادي الاهلي العظيم. اللي عاوز يتحب يبقى عامل علاقه طيبه مع جمهور النادي الاهلي. لكن بيراميدز اهو تحت الضغط وقع، تحت الضغط وقع، ولسه ربنا يستر على افريقيا. خلي الزمالك معاه، عايزين الزمالك وبيراميدز ايد واحد، عايزين الاهلي كده بتاع الناس كلها وبتاع عشرات الملايين بتاع ال 80 مليون مصر وبتاع المليار عربي وبتاع كل حاجه بتاع الدنيا بحالها. لكن انتوا خليكم الرجال ايدكم في ايد بعض. قال لك يا ايه، نشوف لجنه التظلمات هتعمل ايه. لو لجنه التظلمات امبارح كان خدت قرار بقاء الوضع على ما هو عليه او لعب القمه، كان قال لك هم النهارده مش هيلعبوا هم الاثنين ولا يلعبوا هم الثلاث والدوري باظ. فالناس اللي بيديروا قال لك يا عم ساعتها هنخسر الدوري، الغائه يعني خساره 6 مليار للانديه. مش قال لك لا صعب يا جدعان، صعب يا جدعان، نكمل ونأجل ونجيب طه عزت يوم الخميس نقابله ونشوف ايه الحكايه والروايه. وجايز تحل نفسها، حلت نفسها من عند الله. وما كان ربك نسيا وما ربك بظلام للعبيد. ليه يا باشا؟ انت ماشي صح ولا مش ماشي صح؟ وارد تغلط لكن نيتك مش سيئه. وارد تغلط كاداره نادي لكن مش بتتامر على نادي اخر. وارد تغلط كاداره نادي لكن بتشتغل من اجل النجاح. زي ما قال لك الخطيب اشتغلوا على نفسكم، ما تشتغلوش على فشل الغير. يعني مشكله الزمالك وبيراميدز بيشتغلوا على الاهلي مش على فشل الاهلي، مش بيشتغلوا على نجاحهم. لكن الاهلي شغال على نجاحه. مشى كولر، جه عماد النحاس وجه محمد شوقي وجه محمد يوسف وجه محمد نجيب، والفرقه عماله تكسب 3 في 5 في 4 والدنيا ماشيه زي الفل. وباذن الرحمن الدوري لله، الدوري للاهلي يا باشا. ده النهارده لازم نرفع القبعه واحد لازم نرفع القبعه للراجل المحترم اللي اسمه اشرف نصار، اللي هو اشرف نصار رئيس النادي. ليه يا باشا؟ عمل اجتماع مع اللعيبه امبارح بناء على تعليمات من محمد بكي الاتربي اللي هو كان نائب رئيس الزمالك، بس ده راجل دوله، مفيش حاجه اسمها عنده زمالك وقال انا مسؤول عن البنك الاهلي يبقى البنك الاهلي ده عايزه احسن حاجه في الدنيا. قال له مكافآت للفرقه لو كسبوا، ليه دخلت المربع الذهبي وتروح على افريقيا. الراجل عمل معاهم قاعده
ماشي، وقروا الفاتحه ان هم يكسبوا وان هو يضاعف المكافئات. طارق مصطفى لما جاله الزمالك قال لك روح اعمل الزمالك، اعمل ايه ماتشين ثلاثه وامشي ومش هقبضهم، خليني هنا في الاستقرار بتاعي واحترم عقدي واحترم الاداره المحترمه اللي بتحترمني. فاشرف نصار عمل معاهم اجتماع لايه؟ احنا بنبص لنفسنا ما بنبصش للمتنافسين. بنبص ان البنك الاهلي فرقه كبيره تقدر تعمل حاجه في افريقيا. بنبص ان احنا نعمل نجاحات، مش بنبص مين اللي هيكسب الدوري. انا ما بلعبش عشان غيري، انا بلعب عشان نفسي. فلعب النهارده عشان نفسي. لكن بعض العيال العبطه على راي الله يرحمه كابتن لطيف، يا عبطه هيبوظوا الماتش. النهارده بيبصوا يقول لك ايه؟ احنا مش مهم نكسب، المهم بيراميدز يكسب الدوري. طب ما خليك انت وبيراميدز شكلوا فرقه مع بعض. بص يا بيه، بص يا بيه، لازم الاول نرفع القبعه الى هؤلاء اللاعبين. ماشي، اللي انا شايفه البلعوط بيقول له احمد صبحي، لا احمد صبحي لا، ده كان هينزل احمد صبحي. سعيد سامبوري، محمود الجزار، اسحاق يعقوب، وبعدين الواد مجدي عبد الرحمن مجدي دمه رخم رايح يضرب اسحاق يعقوب. يا تعب يا هلا، يا تعب يا هلا، عامل ماتش هايل يا هلا. ماشي، وهشام صلاح وسط الملعب، احمد ربيع ومحمد فتحي ومحمد ابراهيم. ده لازم يبقى في منتخب مصر، زي محمد ابراهيم مش في منتخب مصر. ازاي محمد ابراهيم بالامكانيات الفاسده دي مش في منتخب مصر؟ شق الهجوم الواد اسامه فيصل وياو النور واحمد ياسر ريان، وبعدين بقى نزل مدبولي واللازم وسيد نيمار وكده. فرقه جباره يا جماعه والله، فرقه كوره. شابول طارق مصطفى، شابول طارق مصطفى عامل فرقه كوره، 6 اهداف ممتعه. طب ابراهيم عادل كان قاعد جنب يوريتشيتش بره بيمص قصب. طب الزمالك النهارده عمل ايه؟ الزمالك النهارده بيلعب مباراه مع سيراميك وبيتعادل برضه 2-2. يسجل محمد بسام النهارده ياخدوا الايزو في الاعصاب البايظه في الفشل. عمري ما اقول التفويت ابدا. كوره بيديها لناصر منسي، بيديها لناصر منسي، والكوره الثانيه الجون الثاني اللي داخل فيه برضه بتاع سيف الجزيري ماشيه السنيوره، كوره ماشيه بتتهدد وبتخش من بين رجليه. ده لو ضم رجليه قاعد على الكوره، لو ضم رجليه وقاعد في الارض قاعد على الكوره. ماشي، لكن بيجي اسلام عيسى بيعمل جمله حلوه قوي 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 وبيسجل هو وزمايله، بيسجل جون جميل جدا في الدقيقه 63. ثم سيف الجزيري بيسجل الهدف الثاني ليهم بعد الجون الاولاني اللي عمله الاسطوره المنسي. وفي الدقيقه 93 احمد بالحاج بياخد عرضيه محمد شكري طلقه في شباك محمد عواد، كان قبل منه محمد صبحي واصيب وخرج يعني، وبتعادلوا 2-2. طب الزمالك دلوقتي ما بيعرفش يكسب، هنعمل له احنا ايه؟ يعني الزمالك بتاع تعادلات مش بتاع بطولات. لا لا لا، بتاع تعادلات بلس بيانات.